جارتي طبت عليا هي وولادها والجو تلج زي ما انتوا شايفين، انا مش قادره اقوم اعمل اي حاجه خالص وما عنديش اي حاجه اقدمها لها. كنت عايزه اعمل حاجه تكفي كده وتعمل كميه كبيره، حاجه حادقه بس ما تاخدش وقت. قبل ما نبتدي، لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي فيها ولايك جميل عشان تشجعيني. ويلا ندخل على الوصفه اللي انا عملتها لها. انا حطيت كيلو من الدقيق وعليهم باكت كامل من الخميره الفوريه، وضفت معلقتين من السكر ومعلقه من الملح. لازم تحطي السكر علشان تخمر معاكي بسرعه، وطبعا الملح ضروري كده هتظبط الطعم جدا. ونزلت عليهم بميه دافيه، انا هنا نقلتهم بس في حاجه كبيره عشان اعرف اعجن. الميه ضروري تكون دافيه عشان تخمر معايا بسرعه، ما انا عايزه ربع ساعه وكل حاجه تكون جاهزه. عجنتها كويس قوي الاول، لميت كل الدقيق وبعد كده عجنتها على الرخامه. بعد كده غطيتها بشويه زيت وحطيت عليها كيس نايلون وسبتها شويه. عايزه اقول لكم ان هي فعلا ربع ساعه وكانت ما شاء الله، شايفين يا دوب بس عقبال ما بشرت البصله دي. حطيت بقى بصل على اللحمه المفرومه وبهارات لحمه وشويه فلفل اسود، ونزلت عليهم بالخضار اللي كان عندي. طبعا لو في بقدونس بيبقى تحفه، بس انا ما كانش عندي، انا كان عندي شويه جزر وفلفل وكنت عايزه انقذ الموقف بصراحه. لو في فلفل ملون بيبقى تحفه. هتحطوا بقى الخضار بتاعكم وتظبطوا الملح طبعا علشان في لحمه وكمان في خضار. انا بكتفي قوي بالبهارات دي، بهارات اللحمه وشويه فلفل اسود. طبعا الحاجات دي زي ما انتوا عايزين تحطوا توابل، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، اي حاجه انتوا بتحبوها حطوها. قطعت بقى العجين بتاعي الاربع ارباع، انا هعمل منه صينيتين. عملت كده كل كوره لوحدها وهفرد واحده واحده وعشان احطها في الصينيه. الفكره دي هتبقى اسهل كتير من ان انا اعمل حواوشي كل رغيف لوحده، ده هينجز معانا ومش هنقعد في المطبخ كتير. هفرد اول كوره واعملها رقيقه شويه، واعملها كمان مقاس الصاج. هحطها في الصاج بعد ما بدهنه دهنة زيت عشان ما يلزقش. هنقل العجينه اللي احنا فردناها وهتبقى هي دي الرقه اللي تحت. هفردها واكبرها بحيث ان هي تغطي الصاج بتاعي بحاله، وبعدين احط عليها اللحمه المفرومه واحط عليها الرقه التانية من فوق. هدهن وشها بشويه دقيق عليهم حبه ميه، هندهن علشان نخلي السمسم او حبه البركه او اي حاجه عايزين نرشها من فوق تلزق كويس. انا حطيت حبه البركه وما كانش عندي سمسم، بس لو حطيته سمسم هيخليها تحفه. هنضغط ضغطه بسيطه على حبه البركه، هنخرم الصاج كله بالشوكه. هنسويه في ارضيه الفرن على اعلى درجه حراره فوق وتحت. لو الفرن بتاعك مش بيشتغل فوق وتحت مع بعض يبقى هنسويها من تحت وبعد كده هنشغل الشوايه. وسامحوني لو تاليا طالع صوتها معايا في كل الفيديوهات. عمل معايا صاجين كبار وكفوا جدا. حقيقي الحواوشي اللي بالعجين بيبقى احلى كتير من الحواوشي اللي بالعيش. مستنيه تجربوه وتقولوا لي. كفايه ريحه الخبيث في البيت. وممكن قوي تحشوه جبنه وشويه خضار او بسطرمه او سجق مع الخضار، كل ده بيبقى تحفه. ممكن كمان نحشيها بسله او جزر او ممكن سبانخ مع الجبنه الموتزاريلا برضو هتبقى خطيره. او ممكن لو بنحب الزعتر المحوج ممكن نحشيها زعتر محوج وزيت زيتون. كل دي افكار ممكن نعمل بيها المخبوزات في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مستنيه كل تعليقاتكم الجميله، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.